شهد، يا شهد. ايوه. الحقيقة يا شهد، أمير كاتب إنه طالع لايف هام بعد قليل. هيقول ايه تاني؟ معرفش بس ممكن. استني، اللايف بدأ أهو. صباح الفل. صباح النور. ايه وصلتي حبيبه؟ ايه ده؟ عرفت منين؟ عادي، ما هو ده ميعاد مدرستها وانتي بره، يبقى انا استنتجت كده عادي. انت ناسيه حضرتك ان انا ظابط والاكل عيشي؟ لا يا باشا، ما نسيتش ان سيادتك ظابط طبعا. المهم، انا طالبك عشان حاجتين. اول حاجه عشان اعتذر لك. طب دي حاجة كويسة، والحاجة التانية؟ تاني حاجه ان انا خلصت شغل، بصراحه مش عايز اروح البيت. هبعت لك لوكيشن دلوقتي ونتقابل هناك، ماشي؟ اوك، هتحرك على هناك. شريف، لو هتتأخر قولي. يلا بس نتقابل هناك. يلا سلام. عشان ما تقوليش بس ان انا حارمك من حاجه. مفاجأة حلوة قوي قوي يا شريف. السوشيال ميديا مقلوبة على موضوع الدكتور اللي اتقتل امبارح ده. اه فعلا، انا اعرف شهد اللي بينه وبينها المشكلة، جارة عبير في الحارة. يا ساتر، ده شهد دي طلعت شيطانة. حرام عليك يا شريف، دي طيبة. طيبة. ما هو ده اللي احنا كنا فاهمينه زيك كده. ولما الدكتور اتقتل وائل راح جابها على اساس ان هي المتهمة الأولى في القضية بحكم اللي حصل يعني. هي طبعا أنكرت القتل بس اعترفت بالحقيقة كاملة. حقيقة ايه؟ الطفل مات وانت جالك نزيف حاد، والحل الوحيد اللي كان قدامنا عشان ما تموتيش انت كمان اننا نشيل الرحم. الحمد لله على كل شيء. صدقيني كده أحسن كتير. قضى أخف من قضى. المهم إن أنت صحتك بخير. الحمد لله، الحمد لله. الاتفاق كان بين أمير وشاهد ان هو يدفع لها شيكات الأمانة و200 ألف جنيه أول ما ابنه يتولد، بس اللي حصل طبعا غير الاتفاق. يعني إيه؟ يعني خلاص هنطلع من المولد بلا حمص؟ ما انت اللي بتبوظ كل حاجه دايما. أنا عارف إن أنا اللي ببوظ كل حاجة، حقك عليا. بس اسمعي مني يا شهد، إحنا في إيدينا دلوقتي إن إحنا نطلع منه بأي قرشين. اسمعي مني يا أختي، اسمعي مني. هو انت عرفتي عنواني منين؟ عايزه ال 200,000. 200,000 بتوع ايه؟ اتفقنا اللي انت خليت بيه. اتفقنا مع بعض انك تخلفي الطفل تاخدي الفلوس. الطفل اللي مات، ابني اللي مات بسببك. عاوزه فلوس على ايه يا شهد؟ مش كفايه؟
كفايه كميه الوصولات اللي انا دفعتها لك والمصاريف اللي كنت عمال بصرفها طول ال9 اشهر اللي فاتوا، ولا ايه؟ وبعدين؟ بدأوا يفكروا ازاي يبتزوه ياخدوا منه فلوس. انا كنت فاكر لما تروحي له لحد بيته هيخاف من الفضيحه ويدفع. يخاف من ايه؟ بقول لك طردني، ده ما رضانيش حتى ب 200 جنيه. خلاص يبقى مكبر الفضيحه. يعني موضوع الانتحار ده تمثيلية؟ لا ما تقولش. هو ده بالظبط اللي حصل. هم قالوا احنا لو عملنا فيديو عادي ونزلناه اونلاين ممكن الناس ما تهتمش وما ياخدوش بالهم منه. لا، ده احنا نعمل بقى فيديو الانتحار ده، الصحافه تتقلب والناس كلها تجري وكل حاجه تحصل، وهو ده اللي حصل بالظبط. ايوه بس لو هي بتتبلى عليه زي ما بتقول تخاف تروح تعمل محضر ونيابة وهي ما فيش دليل ضده. لا، ما هي شهد مش هي اللي راحت للنيابه، النيابه هي اللي راحت لشهد. وحدة رصد الفيديوهات اللي بتتنشر اونلاين شافت الفيديو فاتحركت راحت لشهد وبدأت تحقيق. ايوه بس ليه امير في التحقيقات انكر انه يعرفها اصلا؟ عشان ياسر صاحبه ذكي، قال لك ما فيش شهود وما فيش عقود، ايه اللي يثبت صحة الكلام ده؟ وبالتالي ما فيش قضية عشان ما فيش ادلة. بالظبط كده. سأليني بقى ايه مشكلة البني آدم مننا؟ الجشع. يبقى خارج من مشكلة كبيرة وربنا سترها معاه وبرضه يرجع للشر بتاعه. وده اللي خلاها تعمل الفيديو التاني مش كده؟ شهد وماكس حسوا ان السبوبة هتطير، قاموا كلموه قال له هات فلوس ونتصالح ونطلع في فيديو ونتكلم عنك كويس ونكتب الكلام اللي قبل كده ونبيض وشك قدام الناس. بص يا شهد، انا الناس خلاص صدقتني. كل اللي انا طالبه منك ده تأكيد مش اكتر. يعني ساعتك عايزني اطلع كده لايف واقول انك ما عملتش حاجه وانك مظلوم؟ بالظبط، هو ده اللي انا قلته بالظبط. بص يا ستي، دول 50,000 وعلى بكره يبقى معاكم 150,000 زي ما اتفقنا بالظبط، وكأننا ما اتقابلناش، وكأن مفيش أي حاجة من دي حصلت. تمام؟ أمير ما كانش يعرف إنه بيتغدر بيه، طلبوا منه فلوس أكتر عشان الفيديو ده نفسه. طب ما اللي زي امير ده يدفع لهم ويخلص. ما هو فكر كده، بس ياسر صاحبه قال له ما تدفعش، هما هيساوموك على الفيديو وبس. قامت كرامتهم نقحت عليهم، نشروا الفيديو، كانوا مستنيين إن هم يتفاوضوا من أول وجديد. طب هو ليه ما تفوتش وخلص؟ هيتفاوض على إيه؟ هو حس خلاص إنه غرق، كل حاجة راحت، مفيش حاجة ينفع يتفاوض عليها، فضل كده لحد ما مات زي ما انت شفتي. والله العظيم اللي انا حكيته لحضرتك ده هو اللي حصل بالظبط. ادخل. لا العقد ده يا فندم في موقع الجريمه. ماشي، اتفضل يلا. فاكر ده؟ فاكر ده؟ فاكر ده يا طلعت؟ فاكر عملت بيه ايه؟ فاكر؟ انت كذبت وخدعت وخنت، خربت بيوت.
خلقنا اساسا عشان نغلط، مش اخر الدنيا. وحتى لو اخر الدنيا ايه يعني طز؟ بس اوعي 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 تموتي قبل اوانك. فاضل لك ساعة واحدة تعيشيها، عيشيها. اوعي تموتي من عذاب الضمير. انا ما قتلتوش. انا عايزاكي تموتي مش واقفه. قلت مين؟ هتجيبي ولا جوز رقبتك على صدرك؟ أنا قلت لك كل حاجة، أهم لينا مش عاد. أهم لك يا عم سالم. الو. مساء الخير يا دكتور. أنا اسمي سمر. حضرتك ما تعرفنيش، بس أنا عارفاك كويس قوي. اهلا وسهلا يا سمر، خير؟ حضرتك درست لي في الجامعة، كنت من أحسن الدكاترة. أنا مش صغيرة، أنا كنت بدرس في التعليم المفتوح. أنا ممتنة جدا لحضرتك. والله يا سمر يعني مش عارف اقول لك ايه. كتر خيرك، المكالمة دي جت في وقتها والله. أنا دلوقتي بقيت انفلونسر مشهور، صفحتي عليها 5 مليون متابع، وأنا عارفة الظلم اللي اتعرضت له في السوشيال ميديا، وعشان كده عايزة أظهر الحق. لا يا سمر، معلش أنا آسف. أنا بطلت موضوع السوشيال ميديا ده خالص، وقررت مش هطلع أتكلم أصلا. لا يا دكتور، حضرتك ليك دين كبير قوي في رقبتي، ولازم أردهولك. ماشي يا سمر. أهلا بيك يا سمر. أهلا بيك يا دكتور. أنا مبسوطة قوي إن أنت وافقت تقابلني. ربنا يخليكي، كلك ذوق. ممكن كوباية مية؟ أيوة طبعا، لا مؤاخذة معلش. اتفضلي. شكرا. شفت صفحتك أنا على فكرة، سبحان الله عليها آلاف المتابعين. قلت لي بتشتغلي انفلونسر؟ أيوة يا دكتور، بيجيب لي فلوس كتير قوي، يعني اللي بكتبه على صفحتي والإعلانات اللي بنزلها. سبحان الله، الدنيا اتطورت قوي يا سمر. بصي، عشان ابقى بس صريح وواضح معاكي، انا وافقت ان انا اقابلك واتكلم معاكي، بس انا بصراحه مش عايز اتكلم في الموضوع ده خالص، ولا في السوشيال ميديا ولا غيرها. ليه يا دكتور؟ اللي انكسر ممكن يتصلح. مبقاش في حاجه بتتصلح للاسف في الزمن ده. وبعدين هتصلحي كل ده ازاي يعني؟ هترجعي لي سمعتي، ولا هترجعيني الشغل، ولا هترجعي لي بيتي ومراتي؟ لا، دول ما اقدرش ارجعهم.
انما ممكن ابعتك لهم. انت مين؟ انت مين وعايزه مني ايه؟ فكيني. انا جايه انفذ اللي وعدتك بيه، جايه ارجع الحق. فكيني. حق ايه اللي بتتكلمي عنه؟ فكيني. حق شهد اللي انت دمرتها. مش فاهمه حاجه. مش فاهمه حاجه. في ايه يا حور؟ مالك في ايه؟ مفيش. كابوس. كابوس. نامي يا حبيبتي نامي. امبارح كان يوم صعب عليا قوي. اول مره اقابل حاله الزهايمر، مع اني درستها، بس مش عارفه كان مالي. راجل عنده حاجه و70 سنه، كان جاي ومعاه ابنه. بيقول ان هو كان قبطان كبير قوي، وكان كل سفريه يرجع بجوازه شكل. تخيل بقى الراجل ده بكل مغامراته فجاه صحى من النوم ناسي كل حاجه، ناسي ابنه وناسي هو كان شغال ايه. تعرف، انا خايفه قوي. وهو امبارح عندي في العياده كنت بسمعه، والمفروض يعني اني احاول اطمنه، بس انا من جوايا كنت مرعوبه، خايفه في يوم من الايام اصحى الاقي نفسي لوحدي وناسيه كل حاجه. هو ايه اللي على فكره انا بكلمك. حبيبتي انا سامعك، حتى كنت بتتكلمي عن القبطان اللي جاله الزهايمر. بس انت مش مركز معايا. لا مركز يا حبيبتي، بس انا بعرف اعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت.
ايوه يا عبير، انت يا بنتي نزلتي رحتي فين؟ رحت مشوار يا ماما. مشوار؟ يعني انت مش في الشغل؟ طب بقول لك ايه، انت عارفه حاجه عن حكايه البت شهد؟ حكاية ايه؟ البت شهد الحكومه جت خدتها هي واخوها، متهمينها يا حبيبتي في قضيه قتل. الحاره كلها بتتكلم في الموضوع ده. قتل؟ شهد تقتل؟ انت جبت الكلام ده منين؟ الحاره كلها بتتكلم وقالت ان اللي قتلته الراجل اللي ما يتسماش. امير؟ معقول؟ هو ايه اللي معقول؟ بقولك ايه، انا الحكايه دي مش مريحاني، عشان انت بقالك كام يوم انت والست بتاعتك حور ديت رايحين جايين على شهد. مالكم ومالها؟ يبقى كده عارفين سرها. يعني هي ياما لو عملتها هتقول لنا عشان تفضح نفسها؟ طب استني لما اكلم دكتوره حور اشوف ايه اصل الموضوع ده. يا دي النيل عليكي وعلى حور بتاعتك، اما اشوف اخرتها معاك انت والست حور. بقولك يا بنت انت ما تتاخريش عشان انا مخنوقه من حكايه البت شهد دي. طب ياما ازازي لب لحد ما اجيلك مدام مخنوقه. خلاص يا اختي، مع السلامه. تهدى، قطعت الخلف واللي بيخلفوه. يا صباح الفل. ايه النشاط ده كله؟ لا وانت السعد، ده مش نشاط، ده انا مطبق من امبارح. طب ايه خير؟ ايه اللي مخليك مطبق يعني؟ شهد مش هي اللي قتلت امير. الجيران شافوها في نفس الوقت في الحاره. طيب ما يمكن تكون بعتت حد. لا ما اظنش. عموما ياسر المحامي بتاعي عنده معلومات، انا كلمته وهو جاي في الطريق. قابله انت بقى، انا هعمل مشوار كده واجيلك. مشوار يا شريف اللي انت رايحه دلوقتي؟ ماشي هقول لك بعدين. خدني معاك خدني معاك. ميدو ميدو، استنى انت رايح فين؟ تعال، عمال اندى عليك من الصبح ما بتردش عليا. ما سمعتش حاجه. معلش يا حبيبي ولا يهمك. قولي بقى، مش عاوز تاكل؟ انت بتلعب من الصبح كفايه كده. قولي تحب تاكل ايه بقى، بانيه ولا سباجيتي؟ سباجيتي. اوكي، عشان انت ولد مؤدب وجميل انا هجيب لك كل اللي انت عايزه. انت اخر مره شفت امير امتى يا متر؟ اعتقد من حوالي اسبوع تقريبا. طيب هو كان عامل ازاي؟ الحقيقه كان مكتئب جدا، ما كانش عايز يقابل اي حد. طيب في حد كان بيروح له؟ هو ده اللي انا كنت عايز اقوله. محدش كان بيزور امير في الفتره الاخيره غيري، لكن هو كان كلمني عن بنت انفلونسر عايزه تقابله. اسمها سمر تقريبا. بالظبط سمر. لا يا زينب، بقت حاجه غلب، فرهدوني. لا خلاص ما بقاش ليا طاقه. لا 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 لا, لا. هروح البيت، كفايه كده بقى. علاء يلا. اخوك يا عمر فين؟ كنت سايباه عند المرجحه. هنا؟ ايوه دي. عمر يا عمر، ما شفتيش عمر يا عمر؟ خير يا مدام، خير. خير ايه وزفت ايه؟ ابني كان هنا دلوقتي واتخطف، والله العظيم لو ما رجعتوه هوريكم ايام سودة. حور رورو اصحي. صباح الخير. صباح النور. الساعة كام دلوقتي؟ الساعة عدت 10 من بدري. زي ما رحتيش المدرسة؟ ليه ما صحتنيش؟
عادي يعني، قلت اسيبك ترتاحي كمان عشان نقضي اليوم كله مع بعض. طالما انا وانتي قاعدين في البيت بقى تعالي نفطر واقعد معاكي وانتي بتذاكري. ما بلاش المذاكرة دي وخليها في يوم تاني. لا 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 مفيش الكلام ده، انت عايزه تزعليني منك؟ لا خلاص، وانا برضه اقدر على الزعل. طب يلا بينا نفطر. يلا هعمل لك احلى فطار. هنشوف. انا مش عارفه ايه اللي خلاك تطلب سبايسي. انت من امتى بتحب السبايسي؟ اهو لسانك لسعك، شفت بقى؟ بس انا بحبه فعلا. ايه ده؟ انت من امتى بتحبه يا حبيبي؟ انت بجد بقيت غريب قوي يا ميدو. يلا حبيبي كل. عارف لو خلصت اكلك كله انا هجيب لك ايس كريم، اوكي؟ بس انا مش عايز ايس كريم. امال انت عايز ايه؟ انا عايز اروح السينما اتفرج على كرتون. اتفرج على كرتون؟ انت عارف انت بجد النهارده هتجنني. انا كل ما اوديك السينما اتفرج على الكرتون تقول لي يا مامي انا زهقت، مامي انا عايزه اروح، مامي انا عايزه العب بلاي ستيشن. هتجنني بجد. يلا اتفضل، يلا كمل اكل. حاضر. مدام، هو الطفل ده ابنك؟ نعم. مش فاهمه يعني عايز ايه؟ لا كنت عايز اتاكد بس ان هو ابنك ولا لا. اه طبعا ابني. وايه تتاكد دي؟ بقول لك انت شكلك باين عليك مجنون ولا فيك حاجه. اتفضل اتفضل امشي من قدامي دلوقتي. انا اسف يا فندم، اصل بقول لك ايه، اتفضل امشي احسن لك، بدل ما يكون كلامك ده النهارده سبب في قطع عيشك. لا وعلى ايه يا فندم، انا اتاسفت لحضرتك خلاص. اتفضل بقى. الله، ده ايه ده؟ حاجه غريبه والله. ايه الناس دي؟ انا مش عارف يجيبوا الناس دي منين. انت ازاي قلت لي انك ماما وانت مش ماما؟ ايه يا ميدو يا حبيبي، ايه الكلام ده؟ ما انا مامي يا حبيبي. يلا يلا حبيبي كل دي ناس مجانين. انا لقيت الطفل. يلا 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 كمل حبيبي. اهو شفتي، الكويز هو اللي صعب. لا كويز مش صعب، انت اللي مش مذاكره ومش مركزه، وانا كده هزعل منك. يا حر، انا اصلا بكره الماس. وبعدين بقى اللي يثبت ان الكويز هو اللي صعب جيمي، اللي هو شاطر جدا في الماس وكمان بيحبه، ما جابش الفول مارك. احنا مالنا ومال جيمي، احنا فيكي انت. وبعدين مين جيمي ده؟ صاحبي في الكلاس. انا مش هقدر اقول لشريف على الدرجات دي، بس توعديني الكويز الجاي تجيبي الفول مارك. هتوعديني ولا لا؟ وعدك. بشوف. الو. ايوه يا عبير. اسمي ايه؟ طيب انا جايه. في ايه؟ لا يا حبيبتي، دي حاجه خاصه بالشغل. يلا بقى عشان تقعدي تذاكري وانا هنزل واجي على طول، اتفقنا؟ اوكي. يلا. انتوا عايزين مني ايه؟ ولد مين اللي خطفته؟ ده ميدو ابني. بقول لك ايه، انا هاخد ابني وامشي. ايه ده؟ بقول لك هاتي مجنونه. بعد اذنك نهدى. لو سمحت حرر محضر باللي بيحصل دلوقتي، ابني بيتخطف مني. يا سعاده الباشا، الست دي خطفت ابني من على المرجحه، وبعد ساعه ونص السكيورتي لقاها في منطقه المطاعم مع ابني. ايوه بالظبط، كل الكلام اللي قالته الست دي حصل يا باشا. ايه الجنان ده؟ بقول لكم ابني، هاتي الولد. هاتي ابني بقول لك. الكلام اللي حضرتك بتقوليه يا مدام سناء ده ما يدخلش عقل برضه. في ايه يا عبير؟ تعبتي اعصابي. الحقيقة يا دكتور، في واحدة خطفت طفل من الجنينة. طب واحنا مالنا؟ ما هم لما فتحوا شنطتها لقوا كارت العيادة فكلموني، طلعت ان هي جات لنا مرة واختفت. فكريني بيها كده. بصي ده الملف بتاعها كله. مدام سناء افتكرتها. بسرعة كده. ليه هو انا زيك؟ طيب يلا. انا السلام عليكم. خدي سناء. وعليكم السلام. عايزين ناخد ميدو ابني من فضلك تقولي. اهدي يا حبيبتي. ده ميدو ابني، الحقيني من فضلك الحقيني. اهدي. دي مجنونه، دي عايزه تاخد الولد. معلش اهدي.
مساء الخير. مساء النور يا فندم. انا الدكتوره حور علوان. اهلا وسهلا يا دكتور، احنا اسفين جدا لازعاج حضرتك. لا مفيش ازعاج، انا بس جايه اصلح الموقف. مدام سناء حاله بتتعالج عندي. هتاخد الولد الحقيقي. حضرتك دي شهاده وفاه الطفل ميدو ابنها، مات من شهر وكان في سن الطفل الجميل ده. تمام. انا عايزه ابني من فضلك. وبعدين بقى يا سناء سيبيني وانا هتصرف. طب هتاخدي الولد ولا لا؟ انا هعمل لك كل اللي انت عايزاه. طيب. حراميه، دي حراميه. ارجوكي الحقيني الحقيني يا حور الحقيني. اهدي بعد اذنك. دي حراميه. الحقيني من فضلك الحقيني. دي مجنونه، دي عايزه تاخد الولد. معلش اهدي. مساء الخير. مساء النور يا فندم. انا الدكتوره حور علوان. اهلا وسهلا يا دكتور، احنا اسفين جدا لازعاج حضرتك. لا مفيش ازعاج، انا بس جايه اصلح الموقف. مدام سناء حاله بتتعالج عندي. هتاخد الولد الحقيقي. حضرتك دي شهاده وفاه الطفل ميدو ابنها، مات من شهر وكان في سن الطفل الجميل ده. تمام. انا عايزه ابني من فضلك. وبعدين بقى يا سناء سيبيني وانا هتصرف. طب هتاخدي الولد ولا لا؟ انا هعمل لك كل اللي انت عايزاه. طيب. حراميه، دي حراميه. ارجوكي الحقيني الحقيني يا حور الحقيني. اهدي بعد اذنك. دي حراميه. ابني 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 حصل لي ايه؟ ابني حبيبي ابني ابني. لا 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 مش قادر. مدام سناء مش حراميه، مدام سناء مريضه وبتتعالج وحالتها صعبه جدا، وانا مستعده اكتب تعهد على نفسي ان ده مش هيتكرر تاني. تمام. ها ايه رايك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا هتنزل على المحضر. طلعت ست مريضة، ربنا يعافينا. بس الناس دي لازم تتحجز في مستشفيات أو مصحات، ما ينفعش كده تطلق علينا. إحنا برضو لازم نعيش في أمان. تمام. ما كانش قصدي، والله العظيم كنت شايفه ميدو، ما كانش قصدي. عارفه انه ما كانش قصدك، ولو كنت شاكه فيكي ما كنتش خرجتك من هنا. موت ابنك مش انتي السبب فيه، انما هروبك من العلاج انتي السبب فيه يا سناء. انا مش عايزه اتعالج، انا مش عايزه، انا كويسه كده. انا بخاف اجيلك العياده. طب ايه رايك نقعد في مكان انا وانتي كده ونرغي مع بعض؟ اجي معاكم يا دكتوره؟ لا احسن. يلا يا سناء، يلا يا حبيبتي. وصلت الحاجه؟ للاسف يا وائل بيه مفيش ولا رساله ولا مكالمه باسم سمر. طيب حاول كده ادخل على الواتساب او الماسنجر او التليجرام او اي ابلكيشنز يعني. دخلت والله يا فندم ملهاش اي اثر، بس انا لقيت حاجه. دي اخر صفحه امير دخل عليها على النت. طيب تعرف توصل لصاحبها؟ لو صاحبها موجود هنا في مصر هنعرف. طيب ماشي. ساعتك انا رحت للراجل اللي باع السلسله الوائل، قال لي ان السلسله دي اتعمل منها 3 نسخ وان هي هاند ميد مش منتشره كتير. اداني عنوانين، الاول كان في المهندسين، لما رحته لقيتها ست كبيره والسلسله كانت معاها. العنوان التاني رحت قعدت اخبط محدش فتح، ولما سالت الجيران قالوا لي ان ده دكتور وانه مسافر بره مصر بقاله 8 شهور من بعد ما مراته ماتت ومحدش يعرف عنه حاجه. كده سعادتك ما يفضلش غير النسخه الثالثه اللي هي موجوده مع حور.
كل مشكوك فيه لحد ما نمسك أدلة، وما تمشيش ورا دليل واحد، وكمان ما تمشيش ورا كلام البياعين، ده كله أكل عيش. تمام سعادتك. بشوف وائل عمل إيه في تحريات النهارده، وشد حيلك يا شريف، الرأي العام بقى بيركز قوي في القضايا دي. سيادتك احنا ماشيين ورا كل حاجة بالتوازي في نفس الوقت، وانا قريب جدا هعمل التقرير وهسلمه لسعادتك. تمام. تعليمات تانية سعادتك. اتفضل يا باشا. دي صفحة وهمية وكل المتابعين اللي عليها وهميين. يا ابني انا مش فاهم منك حاجه، وهميه ازاي؟ ما هي قدامي اهي. أنا فاهم حضرتك يا فندم. هو مش حضرتك أوقات كتير قوي بتلاقي إن أنت مشترك في صفحات ما تعرفش عنها أي حاجة خالص؟ تمام، بيحصل. أهي دي شغلتي بالظبط يا فندم. أجيب صفحة حلوة وأروح منزل عليها منشورات، الصفحة تنجح، أروح بايعها بمتابعينها. طيب مين البنت اللي اشترت منك الصفحه دي؟ معرفهاش والله. هي بعتت لي الفلوس على حسابي وقالت لي أنا عايزاك تغير لي اسم الصفحة وتكتب لي منشورات كذا وكذا وكذا، وأنا نفذت اللي هي قالت لي عليه. أنا عايزاكي تحكي لي على كل حاجة، مش عايزاكي تسكتي. الهروب مش هو الحل.